مرحبا، هالمرة جبت لكم رولات المسخن اللي كتير لذيذة. بدي أعطيكم كمان سر ليطلع معكم الرول المسخن كتير زاكي وكتير شهي. رح نحكي بسم الله ونبلش بأول سر. عنا السر هو البصل والدجاج. البصل يا صبايا ما تكون منغنغة كتير بالزيت، لأنه الخبز الشراك ما بحب أبدا أي سوائل. إذا عبتيها زيت رح تطلع معي كتير طرية وكتير معجقة، وإحنا هذه الرولات المسخن نعملها سناك للجماعات اللي برا، ولازم تكون ناشفة، ولازم تكون عندك البصلة ما تكون دايبة كتير، فيها شوية تكون هيك فيها عضة خفيفة، لا هي مستوية كتير ولا هي دايبة كتير، وسط. طبعا الدجاج في ناس بتحب السفاين بس، وفي ناس بتحب شوية دسامة، شوي بنحط الفخدة. الأطيب إنه أنا صراحة بحب أدمج سفينة مع الفخدة، بتستويها بعدين بتخلطيهم مع الدجاج ورشة هالسماء الزاكي، وبتدمجيهم مع بعض. طبعا خبز الشراك مثل ما شفتوا قطعته إرباع، بتحبيها كبيرة بتحبيها صغيرة. أنا صراحة بحبها شبر إلا شوية، عشان لما أتنيها تطلع معي حجمها ممتاز. بعد ما حضرتها بدهنها بوجهها زيت زيتون وجه واحد، وبترشي رشة السماء وبتحمريها. بتحبي تحمريها على الجهتين، انتي حرة. بتحبيها شوية طرية بتحمري جهة واحدة. هلا في ترى خاص، بتحطي لبن، ليمون، طحينية، سنتومة وملح، بتخلطيه كويس وبتشوفي المزيج الكتير حلو، وبطلع معكم أذكى رول مسخن على طريقتي، وجربوها وصحة ومية عافية.